هل تمزحون؟ هتعلمون في حقيقة الأمر أنا لا أؤمن بوجود جوبز على الإطلاق. مرحبا، أنا اسمي آيفون 6 بلس وأنا ملحد. أنا لا أؤمن بأي من الخرافات التي تدعي أن هناك شخصا ذكيا قد صنعني. لنقل أنني غير مضطر لتصديق مثل هذا الادعاء، فأنا نتاج الصدفة ليس إلا. هل رأيتم كيف أني مصنوع من المعدن والبلاستيك؟ وبداخلي بطارية ليثيوم مصنوعة من معادن مختلفة مثل الزنك والكاديوم والنيكل ومواد أخرى، وأحتوي على ذاكرة عشوائية من فئة DDR3 مصنوعة من موصلات الترانزستور والمكثفات الصغيرة المركبة بدقة في رقائق، كما أن لدي وحدات معالجة مركزية وجرافيك تتكون من السيليكون وغيرها من أشباه الموصلات، وأحتوي أيضا على ذاكرة فلاش وشاشة من كريستال الياقوت والعديد من المكونات الأخرى. كل هذه العناصر التحمت في بعضها البعض على مدار عقود من التطور والانتقاء. نحن نعرف أصولنا وأسلافنا، فنحن نرى بقاياهم وآثارهم التي تركوها خلفهم في كل مكان، فقصة تطورهم مقنعة بشكل كامل. هكذا أتينا إلى الوجود نحن هواتف الآيفون. لذلك لم أحتج إلى سماع مثل تلك الأساطير التي تحكي عن كائنات خرافية صنعتني بأيديها. هل تمزحون؟ هتعلمون في حقيقة الأمر أنا لا أؤمن بوجود جوبز على الإطلاق. نعم، قد أجد من المنطقي أن يصدق السيد نسخة 2007 مثل هذا الاعتقاد، لكن لم يكن لديه أي خيارات أخرى. لكن دعوكم من ذلك، هذا الأمر كان في عام 2007، ولم يكن لدى هذا الرجل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، لذلك لا يمكنكم لوم الرجل على الإيمان بذلك. لكن في نفس الوقت لا تقولوا لي أنه يجب علينا أن نفكر بنفس الطريقة في عام 2016، لأنني أعتقد أننا لو فعلنا ذلك فلن نستحق أن يطلق علينا الهواتف الذكية بعد الآن، أليس كذلك؟ الأخ الآيفون يؤمن بفكرة أن الكون جاء صدفة، واللي بينا استحالتها بفيديو دليل الاحتمال. وأخونا الآيفون ما يؤمن بوجود ستيف جوبز، واللي هو المسبب أو المؤثر لوجوده، وهذا مشابه لشخص ينكر وجود الله بالرغم من أن كل الموجودات أشارت لوجوده. فوجود كون متكامل مثل هذا الكون يدل على وجود خالق متكامل له قدرة كاملة وعلم كامل، وعدم معرفتنا لكيفية حصول هذا الخالق على هذه الكمالات أو عدم إدراكنا لماهية صفات الخالق مو ضرورة عقلية للإيمان. مثل قوة الجاذبية الموجودة بالأرض، العلم توصل إلى أن هناك قوة تجذب الأجسام إلى المركز، ولكن العلم ما قدر يدرك حقائق كيفية وجود هذه القوة. شنو ماهية هذه القوة؟ شلون تنجذب الأجسام إلى المركز بدون واسطة مادية مألوفة كالحركة مثلا؟ أو ما هو مصدر هذه القوة الكامنة؟ ولماذا هي مستمرة ولا تتوقف؟ وأسئلة كثيرة لم تتم الإجابة عليها بهذا الصدد. وهذا بالنسبة لقوة الجاذبية، فما بالكم بقوة الطبيعة الأخرى اللي تعتبر أقوى من الجاذبية؟ كذلك لم نعرف كل شيء عنها. مع ذلك بالرغم من أننا ما أدركنا حقائق وجود هذه القوة، ولكن آمنا بوجودها، والسبب لأن شفنا الأثر اللي تركته هذه القوة.